أهلا بكم من جديد. أطفال وأحوال. أطفال لا يرون الآباء إلا في ساحات المحاكم أو في حراسة الشرطة، في أماكن أقل ما يقال عنها أنها أماكن غير آدمية ينفذ فيها الطرف الحاضن قانون الرؤية على الورق فقط، ويمنع الطرف الآخر من حقه في تربية طفله. 3 ساعات وقت الرؤية فقط خلال 15 سنة هي فترة الحضانة بموجب القانون رقم 25 سنة 29. أكثر من 7 ملايين طفل يعانون من رؤية أحد والديهم بموجب القانون 25 سنة 1929، والذي يعطي الصلاحيات للطرف الحاضن بينما يحرم الآخر من أبسط حقوقه في المشاركة في التربية أو حتى الاستماع أو الاستمتاع برؤيته. نرصد ملامح هذه الأزمة في هذا الملف الهام، ونخرج جميعا لنرى هذا التقرير، لنرى آراء المتعاملين مع هذا القانون، بالطبع الآباء والأمهات والأطفال الذين لا يعلمون معنى الأسرة. نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم، بس قبل ما نشوف التقرير اسمحوا لي ان انا ارحب بالدكتور صلاح عبد الجابر عيسى، استاذ الشريعة الإسلامية بجامعة المنوفية. اهلا بك يا فندم. سيادة المستشار تامر حجازي رئيس محكمة الشهداء بالمنوفية، اهلا بك يا فندم. وطبعا الدكتورة منال النجار كلية الآداب طنطا قسم الاجتماع. اهلا بك يا فندم. اسمحوا لنا نشوف التقرير ونشوف آراء الآباء والأمهات ونرجع لحضراتكم مرة ثانية. ايه رأي حضرتك في قانون الرؤية؟ انا رايي ان هو نشوف الاول سبب الانفصال كان ايه ما بين الرجل والمراه. لو كان سبب الانفصال بان شخصيه الراجل فيها جزء من تربيته الاولاد وكان غلط او كده يعني، يبقى طبعا ان هو الطفل يقعد معاه او يبات معاه او كده اكتر من 3 ساعات، ده هيأثر على تربيه الام لابنها او بنتها. انما لو هو كان سبب الانفصال لاي سبب تاني يبقى ما فيش مشكله ان هو يقعد اكتر من كده. وهل الطفل دون اعاده مع باباه وقت اطول دون هيسبب له سبب نفسي كويس، يبقى اوكي يقعد معاه وقت اطول. لو كان هيسبب له سبب نفسي اثر عليه سلبي، لا طبعا ما يقعدش. انا يعني من رؤيتي الشخصيه ان متهيألي القانون ما يتناسبش مع الاوضاع الحاليه، لازم يكون في مساحه للزوج او كالاب يعني ان يتاح ليه رؤيه الابناء بمسافه او مساحه اكبر للموضوع. يعني وجهه نظر الشخصيه تعديل القانون بحيث يدي مساحه اكبر للاب ان يشوف ابنائه. والله انا مع قانون الرؤيه الشرعيه الحالي، يعني انا ضد ان هو يتغير لان هو ده دلوقتي بقى في مصلحتي كده. انا يعني كده بيسمح لي اكتر ان الاطفال يكونوا معايا. كفايه قوي ان هو 3 ساعات، لان انا وجهه نظري ان الاب مش هيبقى حريص بالذات طالما ان القانون ادى الحضانه للست، فاكيد ان هو مش هيبقى حريص عليهم. بالنسبه لحضرتك لتعديل سن الحضانه وتغيير سن الحضانه، مع ولا ضد فكره تعديل سن الحضانه؟ هو كان في الاول سن الحضانه بالنسبه للولد 12 سنه وبعدين رفعوه ل 15. بالنسبه للبنت لغايه ما بتتجوز ما بيفرقش قوي، يعني 12 من 15 مش هتفرق كتير يعني. لكن انا بقول لا، يعني الولد بيبقى يعني محتاج كتير لوالده. ويمكن الشرع قال ان المفروض ان الولد طول اليوم يقضيه مع والده وبالليل يقضيه مع والدته، لان بالنهار بيحتاج لراجل يتعلم منه الرجوله وبالليل بيحتاج لحنان امه. فالفكره ان تحديد السن دوت معناه او اللي بيحصل فيه حاليا انك بتاخد الولد قصر كده من، او كان بيحصل كده ده قبل كده، ان كان يوصل الولد 12 سنه كان يروح الراجل يجيب 2 عساكر من القسم ويروح واخد الولد كده عنوه من امه وماشي. دلوقتي بقى سن الحضانه 15 سنه والولد بيسال، بس ده برضه فيه ظلم كبير للاب في كتير من الاحيان، لان في كتير من الاباء اللي ما بيسالوش في اولادهم، او الستات بتتعنت في الرؤيه وما بتوريلهمش الاولاد، ما بيعرفش ابوه.
فعشان تساله النهارده انت عايز تعيش مع مين، هيعيش مع اللي يعرفه. اولا القانون الشرعيه محتاج بحث ودراسه من خبراء في علم الاجتماع وخبراء في علم النفس، لان اللي انا شايفه دلوقتي اللي بيطبق حاليا بيبقى فيه اثر سلبي على الاطفال، لان هنا في المرحله ديت اللي بيبقى متضرر من الدرجه الاولى الاطفال وليس الوالدين. الوالدين بيبقى فيه نزاع قضائي ما بينهم، المحكمه بتحكم بينهم بالطرق القانونيه، بتبقى محكمه الاسره بتتدخل في المرحله ديت، بيتدخل معهم اي نعم خبراء في علم النفس اللي هو الاخصائي النفسي والباحث الاجتماعي او الاخصائي الاجتماعي. لكن اللي انا شايفه في المرحله ديت القانون هنا تجاهل الناحيه النفسيه والعاطفيه بتاع الطفل نفسه، لان بيتأزم الطفل لما بيجي في النزاع بين الوالدين، لما بيجي نتيجه الحكم الرؤيه الشرعيه، لما يجي في مكان زي الاستاد الرياضي، لان الاستاد الرياضي احد الاماكن اللي محكمه الاسره بتحكم فيه بالرؤيه للوالدين للطفل بتاعهم او المولود بتاعهم داخل الاستاد الرياضي. اللي احنا بنشوفه هنا ان الطفل لما بيجي بيلاقي احيانا بيحصل مشادات ونزاعات بين الوالدين او بين الاسرتين اللي موجودين، لان احيانا ما بتجيش ولي الامر او وليه الامر لوحدها، لكن احيانا بيجي معاهم الاعمام والخالات والاقارب عموما من الدرجه الاولى، فبنلاقي نتيجه المقابله ديت بيحصل نزاعات ما بينهم او خلافات بتتطرق الى الالفاظ ديت بتاثر بالسلب على نفسيه الطفل. عشان انا بقول هنا ايه، لازم قبل ما ندرس القانون يتدخل فيه خبراء في علم الاجتماع، خبراء في علم النفس، الصحه النفسيه، عشان يدرسوا الناحيه النفسيه للطفل اللي هو متضرر من العلاقه بين الزوج والزوجه اللي قد يكونوا انفصلوا تقريبا، عشان يقدروا يوصلوا ان في النهايه ما يصابش الطفل باحباط ويطلع طفل سوي للمجتمع والوطن بتاعه. طبعا حضراتكم شفتوا التقرير، وبعض السيدات او الامهات طبعا اللي تعرضوا للمشكله ديت، وفي بعض الاراء الكتيره اللي تباينت مع بعضها حول القانون او قانون الرؤيه الجديد والحضانه بالنسبه للاطفال. بعض الامهات بيقولوا او بيستندوا الى ان ممكن في محاوله ان الاب يروح علشان يشوف ابنه في غير الميعاد المحدد له، على طول الام تقوم رايحه محرره محضر في مركز الشرطه. طبعا اللي بيحصل ان هيبقى فيها اتهام ان هو عايز يخطف ابنه او بالشكل ده. المشكله دي على فكره احنا بنعاني منها. احنا لما بنتكلم عن 7 مليون طفل عدد كبير قوي، مش عايز اقول ان هم ذنبهم ايه، ولكن مع ارتفاع نسبه الطلاق طبعا بتخلف وراءها طبعا اطفال ما لهمش ذنب بيفقد امه او ابوه، لان ممكن طبعا الحضانه تؤول الى الاب في حاله ان الام مثلا كثيره السفر، او ان زوجها باسمها في بعض القضايا الغير الاخلاقيه، او اشياء كثيره اخرى. يعني في المفروض قوانين منظمه لهذا الموضوع، وكان في دور مهم جدا لمجمع البحوث الاسلاميه ان هو اعطى بعض الاراء او التوصيات ان المفروض تطبق. طبعا ارسل هذه التوصيات او الاراء للمجلس القومي للامومه والطفوله، ولكن لم يعمل بها. اسمحوا لي بس في البدايه قبل ما نخش في هذا الموضوع عايز ابدا مع سياده المستشار تامر حجازي. الام اللي بتقول ان مجرد ما الاب هيحاول ان هو يشوف ابنه على طول هتجري على اسم الشرطه تحرر محضر شرطه. ايه الوضع وايه الحاله بالشكل ده، وايه المفروض الاجراء اللي اتخذ في هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو حضرتك طبعا بالنسبه لقانون الرؤيه والمشرع لما نظم هذا القانون، يعني هو يعني احنا بنتعامل مش مع عقار ولا مع منقول، احنا بنتعامل مع بشر، بنتعامل مع احسن حاجه في الكون هو الطفل. فالقانون نظم العمليه ديت، لكن للاسف الطلاق بيسيب
يعني احساس كده ضغينه ما بين الاب وبين الام، فبتحدث كل المشاكل اللي احنا فيها دي. لو الاب والام تم الطلاق بينهم بسلام وبيسر زي ما الاسلام علمنا مش هتحصل اي مشاكل. فاللي بيحصل زي ما حضرتك بتقول ان هو دلوقتي ان الام اساسا ما بتجيبش الطفل في الميعاد المحدد، ولو جابته المفروض من 3 ساعات، لكن للاسف عملا ممكن تجيب مثلا المفروض الميعاد مثلا من الساعه كذا للساعه كذا، ممكن تتاخر ساعه و2، فنفاجئ ان العمليه تقلصت بدل ما تبقى 3 ساعات ممكن تصفي على ساعه. وزي ما شفنا من التقرير المحترم دوت ان ممكن يجي هي اساسا جايه تتخانق معاه، يعني هو الراجل عايز يشوف ابنه ويفاجئ انها جايبه ناس وتخش في مشاحنات. كل ده للاسف بيضر الطفل. وبتيجي بقى حضرتك زي حضرتك قلت ان دلوقتي هو يعمل محضر وهي تعمل محضر، وتيجي يرجعوا تاني للقاضي، ان هو طبعا لو الاب لو ما شافش ابنه وامتنع اكتر من مره بيعمل لها انذار ان هو بيطالب ان هو عايز يشوف ابنه. مين اللي امتنع؟ الحاضنه اللي امتنعت ان تخلي الاب يشوف ابنه. فمن في الحاله ديت هو بينذرها، بيقول لها انا ان هو دلوقتي انا عايز اشوف الابن. المرحله اللي بعدها بقى ان هو بيرفع دعوه باسقاط الحضانه عنها مؤقتا، بترفع وتقول الحضانه الى للطرف يعني المفروض ان حضرتك عارف ان الحضانه بتبقى للام ثم ام الام ثم ام الاب ثم المحارم من النساء ثم من الاباء. فالمفروض ان هي بقى في الحاله دي هتروح لو والدتها على قيد الحياه بتروح مؤقتا لوالدتها. فطبعا برضو عملا هي كانت الزوجه بقت امها، فمع المشكله يعني ما اتحلتش يعني، هو يعني حضرتك فاهمني. فهي يعني ده يخلينا فندم ان مشروع الرؤيه او لابد ان هو يبقى فيها سرعه بالنسبه للتقاضي، يعني تعتبر من الدعاوى المستعجله، وخاصه لو احنا ما بنتكلمش عن سلعه، ده احنا بنتكلم عن كيان، والكيان ده هيبقى شاب بعد كده في المستقبل. صح فعلا، كان ولد او بنت. صح. ما هو طبعا اكيد يعني اجراءات التقاضي بتبقى ليها دور مهم جدا، بس يعني وطبعا القاضي بيبقى حريص ان هو يحاول القضايا التي تنتهي بسرعه. بس حضرتك مشاكل التقاضي بتبقى ليها علاقه خاصه في يعني الاعلانات، في اعلن ما اعلنش، على يد محضر استلم ما استلمش، في اجراءات قانونيه محتاجه يعني برضو بعد التعديل في قانون المرافعات عامه وهنا خاصه عشان موضوع يعني المشروع الجديد هيبقى من خلال الدعوه المستعجله، ويبقى الاعلان في خلال اسبوعين مثلا. والله هو ده في اتجاه فين؟ هو لو الاتجاه ده يبقى اتجاه محمود جدا، لو الاتجاه ده او مثلا وحضرتك في القضاء المستعجل، يعني احنا في شغالين في القضاء المستعجل مفيش حاجه اسمها في اعلان وعاده اعلان. في القضاء المستعجل مفيش اعاده اعلان، هو اعلان واحد فقط، ودي طبعا بتسرع الاجراءات. فاحنا يا ريت تكون قوانين زي الرؤيه والحاجات دي يبقى ما فيهاش اعاده اعلان، دي هتخلي القاضي يحكم من يعني يسرع الجلسات كتيره جدا. خاصه يعني سياده المستشار لو لقينا مثلا الام اكيد بتتعرض لبعض الضغوط طبعا النفسيه وغير النفسيه، وخاصه ان ممكن ان ما عندهاش ما تملكه من نفقات للمحامي، فيعني وطبعا بعض النفوس الضعيفة من بعض المحامين، مش كل المحامين طبعا، هناك العدد كبير من المحامين الشرفاء، ولكن قد يسيء هذه المعاملة تحت بند المصروفات اللي هي غير قادرة على دفعها. ده برضو مشكلة من ضمن المشكلات يعني. طبعا مشكلة حضرتك، هي مشكلة هو ان فعلا هو انا عايز اقول لحضرتك حاجة، هو اساسا انا بتكلم هنا بصفتي كقاضي وكأب، ان فعلا دخول الطرفين للمحكمه هي بدايه المشكله اساسا. هو يعني وطبعا الدكتور معانا ما شاء الله في يعني في الشريعه والاسلام طبعا. هو اساسا المفروض تتحل ودي، يعني دخولهم حضرتك يعني عارف اقول لحضرتك حاجه، يعني دخول اي طرفين في المحكمه معناه ان مفيش مجال للصلح. ده انا رايي الشخصي كده. فمش معقول هنخش محاكم وانا هجيب محامي وانت هتجيب محامي وانت عايز الحكم القاضي هيعجبك لا مش هيعجبك، لا انا هستلم لا انت مش هتستلم، يبقى انت اساسا دخولك للمحكمه في حد ذاته. عشان كده القران قال حكم وحكم، ان المفروض انهم يتوصلوا الحل خلاص انتهت، المفروض انها انتهت على كده. اذا حضرتك دلوقتي نقلت
الصورة او بتحيل هذا الموضوع الى الناحية الشرعية وايضا الناحية الاجتماعية. دكتور صلاح عبد الجابر عيسى، واحنا بنتكلم ايضا عن قانون الرؤية، الناحية الشرعية. يعني انا عندي هنا بعض الدكتور محمد الشحات رئيس مجمع البحوث الاسلامية قال ايوه امين المجمع، قال ان هذا القانون غير شرعي او حرام. يعني انا برضو عايز توضح لنا حضرتك الصورة من الناحية الانسانية ومن الناحية الشرعية ايضا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحكم على قانون بشرعيته او موافقته للشرع من عدمه يقتضي ان يعني نحاط علم او نعرف المصادر الشرعية التي صدر عنها هذا التشريع، لأن التشريع في المقام الذي نتحدث عنه هو قانون أخذ شرعيته من مجلس تشريعي زي مجلس الشعب، إنما المفترض فيه أنه طالما أن المادة الثانية من دستور الدولة تعيد إلى الشريعة الإسلامية ومبادئ الشريعة الإسلامية، فالمفترض أنه يراعي هذه المبادئ، ولا إذا لم تتم مراعاة المبادئ فيحكم بعدم الشرعية. معنى كده ان التعديلات الجديدة كده اصطدمنا من الناحية الشرعية. لابد ان يؤخذ هذا في يعني اذا كان بها نص يتعارض مع اصل. ازاي يا دكتور؟ هقول لسعادتك. يعني خاصة احنا بنقول ان 15 سنة الولد وبالنسبة للبنت انا هقول لسعادتك الزواج. دكتور محمد شحات قال 7 سنين بالنسبة للولد هو 7 سنين و9 سنوات بالفعل وردت في القانون اللي هو 29 اللي هو رقم 25 رقم 25 المادة 20 منه قال فعلا 7 سنوات للصبي و9 سنوات للجارية أو البنت. هذا وارد بالفعل، ولكن نفس هذا القانون رتب من تقوم بالحضانة كما تفضل سيادة المستشار، وجعل الأب لا تنتقل ليه الحضانة إلا بعد يمكن 15 واحدة تتداول الحضانة من النساء. نفس يعني برضه لأن هذا تشريع، وتشريع فيه رؤية، وحتى الفقهاء اختلفوا في ذلك. جميل. في حالة الاصطدام، اسمح لي يا دكتور، في حالة الاصطدام ما بين القوانين الوضعية وما بين القاعدة الشرعية أو القوانين الشرعية. القاعدة الشرعية كيفية الوصول والحل الأمثل. أنا أقول كنا نريد أن أقول لسعادتك على يعني في آية يمكن لم يلتفت إليها كثيرون. ليه يا دكتور؟ طب يعني دعنا نترك يعني ما جاء في الآية ونرى كيف حلت مثل هذه الإشكالية. يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة البقرة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. نعم. يعني ده خاص بالرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. يبقى انت كده دخلت في القوامة. وعلى الوارث مثل ذلك. لا، ده انا اتكلم هنا عن ان حق الولد مكفول، ولكن للأم حق وللأب حق، لا تضيع الحقوق. إذا المبدأ أنه لا تضيع الحقوق. حق الولد مقدم، ومع ذلك لا يطغى على حق لا رجل ولا امرأة. طيب، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. شوف أما ربنا يقول وعلى الوارث مثل ذلك، معناها أن من يأتي من الأسرة أم الأب أو أم الأب عليهم أن يلتزموا بهذا الأدب ولا يتجاوزوه. يعني الجد والجدة تقصد الجد والجدة لأن كثيرا من المشكلات تأتي من خارج الأب والأم. تمام. والالتزام هو النفقة وما لا، ده غيروها بقى. شوف اللي هيحصل في الآية اللي بعد كده بيقول لك إيه: فإن أراد فصالا عن تراض منهما عن تراض وتشاور فلا جناح عليهم. بعض الناس فهمت الفصال هو انفصال الزوج عن الزوجة. لا، أي الطلاق. لا. نعم. وهنا بقى هذه العبرة بقى. الفصال الله قال الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. نعم. الفصال هو قطع الرضاعة أقل من الحولين. وقطع الرضاعة أقل من الحولين يعني ممكن الولد يرضع أقل من السنتين. تمام. طيب، إذا كان هذا القرار الذي يترتب عليه مصلحة جسمانية ومصلحة يعني نفسية مع الأم والأخ نريد أن نقطعها، قال لك في هذه الحالة لا ينبغي أن تنفرد الأم
ولا الأب بهذا القرار. ولذلك فإن أراد فصال اللي هو قلة فترة العامين، فصال الفصال ده يعني عن تراض منهما، تراض من الطرفين، وتشاور مع الآخرين اللي هم يهمهم الأمر. إذن هذه القاعدة في هذه الجزئية من الآية تؤسس لأمرين أساسيين: أنه لا يجوز لطرف أن ينفرد بقرار يخص الطفل، ولا يمكن من شيء يخصه على حساب الآخر أو الطفل. القاعدة دي احنا ناسيينها خالص، لم يؤخذ بهذه الآية نهائي. ولذلك أنا بشوف اللي هم بيتكلموا عن يقول لك مصلحة الأم كذا ومصلحة الأب كذا ومصلحة الست إن هي الجدة إن هي طالب، ولكن أين مصلحة الطفل؟ أين مصلحة الطفل؟ وهو الأهم. أين التوافق مع هذه الآية؟ يقول لك فإن أراد فصالا عن إيه؟ تراض وتشاور فلا جناح عليهم. وبعدين ده اللي شوف بقى بعد كده إيه؟ وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، واحدة رضعت ابنها ومش عايزة تكمل الرضاعة، تاخد حق الرضاعة الأولانية، هي مطلقة فلازم تاخد حق الرضاعة، وبعد كده يدفع لغيرها. هذه في فترة الرضاعة، فما بالك بفترة يتكون فيها الولد بعد الرضاعة. بالضبط. كل أمور الطفل إذا خرجت عن الرأي المشترك للطرفين والتشاور في صالح الطفل فهي مخالفة للشريعة بالكامل. وأي تدخل بشري في التشريع يهمل هذه القاعدة فهو غير شرعي. ولذلك يعني بعض مثلا حتى اللي تكلموا يعني الأحناف لهم رأي، أبو حنيفة له رأي في إن تاخد رأي الولد في التخيير. أبو حنيفة يقول لك لا، ما تاخدش رأيه، لأن الولد في هذه الحالة يقعد مع أبوه أو مع أمه، هو ليس بالعقل الذي يفطن إلى اتخاذ قرار. والأب مسؤول عنه بتكليف الله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لازم يعلموا وعلموا أولادكم الصلاة لكذا واضربوهم عليها وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه الأمور لابد أن يؤدب فيها الولد من الأب، لأنك لو تركت له فرصة الاختيار ربما مال إلى من يتيح له اللعب وإلى آخره. إذا دكتور أنت كده حطيتنا في إشكالية طبعا. يعني فعلا هذا الكلام هو كلام صحيح فعلا، لأن الأب له دور غير أنه دور أبوي، فهو دور تربوي أيضا. إذا إزاي هنا هيربي ابنه وهو مش هو بعيد عنه، هو ما بيشوفوش إلا 3 ساعات ولا يمكن من رؤيته في الأسبوع، علما بأن مجمع البحوث الإسلامية أشار إنه أو أوصى بأن يبقى على الأقل مرتين في الشهر. ده في نقطة ربما نستكملها بعد الزملاء. قبل ما ندخل في النقطة اللي حضرتك فيها ديت، عايز برضو الدكتورة منال نجار، واحنا يعني شفنا آراء القضاء وأيضا شفنا آراء الشرع. أيوه. الآراء الاجتماعية والنفسية لما البعض بيقول ده الطفل ما بيحسش بحاجة، ده الكلام ده ما بيفهموش، ده مش عارف ايه. أعتقد إن الكلام ده خطأ. أعتقد إن أي حاجة بتحصل ما بين الزوجين سواء كان وهم على ذمة بعض أو بعد الطلاق، كل ده بيتسجل في ذاكرة الطفل. مدى التأثير النفسي والاجتماعي على الطفل في المستقبل. في البداية طبعا بشكركم على الاستضافة الكريمة دي. تاني حاجة طبعا الدكتور صلاح قال بعض الأمور وبرضه جناب المستشار. في البداية خالص قانون الرؤية، يعني هذا القانون الذي يصار الآن بشكل كبير جدا. أين هذا كان القانون قبل هذه الثورة؟ أنا مش هحاول إن أنا أخش في الموضوع ده يعني، بس أنا عايزة ألفت نظر إن إحنا بنحاول من خلال هذه المظلة الإعلامية إحنا بندق ناقوس خطر شديد جدا. إن إحنا دلوقتي بنعمل ربط بين التعديلات في قوانين الأسرة جميعها بربطها بشخص بعينه، بفرد بعينه. إحنا عايزين دلوقتي نلغي المركز القومي للمرأة، إحنا دلوقتي عايزين نلغي المجلس القومي للأمومة والطفولة لارتباطها بشخص، سواء كان هذا الشخص صالح أم طالح. فلابد أن نرى أيضا، يعني أنا بشترك طبعا مع الأساتذة في مصلحة الطفل. يعني نحن كباحثين اجتماعيين لا نستطيع أن نقف جنب طرف ونغفل الطرف الآخر، يعني هذا ضد عملنا. ولكن لو حضرتك نظرت لما يحدث الآن على شبكة الإنترنت من التناحر من صفحات الفيسبوك مع القانون ضد القانون، حضرتك ذكرت لي ما قاله الأستاذ أمين المجمع البحوث الإسلامية، ولكن أيضا هناك رأي لرئيس المجمع البحوث الإسلامية الدكتور الجندي الرئيس، وأيضا ما ذكره أخيرا الأستاذ أخيرا الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية. يعني هو قال للمعتصمين ان هو بيتفهم آرائهم وما الى ذلك من الامور، ولكن قال ان موضوع الرؤية ومشاكل الحضانة
ومشاكل الأطفال لابد النظر إليها ليس من خلال مجمع البحوث الإسلامية ولا من خلال دار الإفتاء، هذا كلام المفتي، ولكن لابد النظر إليها من خلال المنظور مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، لأن هذا أمر شديد التعقيد لا يمكن النظر إليه من الجانب القضائي أو الجانب الديني فقط. أين الجانب الاجتماعي؟ دلوقتي حضرتك بتسألني وضع الأطفال، وضع الأطفال مؤسف. يعني اسمعي، انا سالت حضرتك السؤال ده ليه؟ لان انا شايف الاهتمام بالام والاب. الام عايزه حقوقها. معلش عفوا، انا حاسس ان دي فيها نوع من انواع الانانيه، الام عايزه تستحوذ. أيوة. وممكن برضو يخش فيها عامل غيره، لا ده انا هحرمك من ابنك. أيوة. الاب هيخش معاها في صراع في هذا الموضوع، لا ده ابني. الله، الابن كده هنا بيتقطع، كل واحد بيرى نفسه فقط. طب الطفل ده فين حقوق الطفل ده؟ عشان كده احنا دائما بنستند الى مبدأ من لا يدرك كله لا يترك كله. نعم. فإذا طبقنا هذا الأمر خاصة في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في بمحاكم الأسرة المختصة، سوف يعني في بعض المشاكل المطروحة الآن مش هنلاقيها، ولكن الضغط في الوقت ده على تغيير القانون، والقانون فيه كثير من العيوب. يعني جناب المستشار ممكن يساعدنا في النقطة ده. ده قانون موجود من 80 عام لم يتغير. كل اللي بيحدث فيه من 80 عام تعديلات، بعض تعديلات جذرية. لم تحدث تعديلات جذرية منذ 80 عاما. ما يحدث هو مجرد الالتفاف حوالين حزب من التعديلات الدستورية لا تتلائم مع المجتمع، لا تتلائم مع المجتمع، وتترك ثغرات. هذه الثغرات ولم تسد هذه الثغرات حتى الآن. هي مكمن الخلاف. ليه يا دكتور؟ الثغرات هما حاجتين. يعني احنا بنتكلم دايما، وحتى المعتصمين وحتى السيدات الحاضنات وغير الحاضنين، هما ايه الاشكال كله في المادة الرابعة والخامسة. الرابعة اللي بتتكلم في اماكن الرؤية، والخامسة اللي بتتكلم في مدة الرؤية. يعني الجميع بيذكر 3 ساعات، هي المشرع قال لا تقل عن 3 ساعات. يعني ممكن ان تزيد وحدد ان لو يعني احنا لا تقل عن 3 ساعات. احنا خدناها، او عفوا ان الام خدت الحد الادنى من لا تقل عن 3 ساعات. اذا ما هي دي المشكله. أيوه. القانون بيقول شيء ونص القانون بيقول شيء. أيوه. لكن تنفيذ القانون ما هي جميع قوانين محكمة الأسرة التي صدرت منذ عام 2004 روح القانون لا تنفذ. يعني روح القانون، يعني ممكن امسك لحضرتك جميع هذه المواد، روح القانون فيها لا تنفذ. فكيف يعني ازاي انا اقف جنب طرف الحاضن او طرف غير الحاضن في هذا الامر الشائك الذي يتكبد العناء به هو الطفل، وكل طرف بيبقى هم اصلا امام القضاء هم اطراف خصومه. يعني حضرتك بتقول بالظبط. انا بس هقف عند النقطه اللي حضرتك اشرت اليها، وهي ايضا الاماكن اللي بيتم فيها التقاء الاب بالابن، لان احنا في بعض المشاجرات اللي بتحصل الام قد تفتعلها مثلا علشان يبقى الفتره تقل او يحصل مش عارف ايه، يعني بعض الخلافات بحيث ان ما يبقاش في الرؤيه واضحه او ان الاب يستمتع بوجود ابنه. سياده المستشار، تطبيق روح القانون هل يتعارض مع نص القانون؟ لا، مفيش تعارض طبعا. وهو بعدين روح القانون حضرتك مطلوبة في كل القوانين عامة بوجه عام، وفي قانون الأسرة وفي قانون الرؤية وفي قانون اللي احنا بصددها، زي ما احنا قلنا ان احنا بنتعامل مع روح وما نتعاملش مع جماد. بالظبط. فمطالب جدا ان طبعا يكون في روح للقانون. لكن حضرتك اللي يعني طبعا الدكتور قالت نقطة مهمة جدا، ان احنا مش عايزين نربط الاسرة بفكرة المركز مش عارف القومي للأمومة. لا، مفيش حاجة اسمها، يعني مش عايزين نربطها بالأمومة، عايزين نربطها بالأسرة. يعني حضرتك يعني عارف حضرتك لو نظام ايه بقى، احنا بنحتفل بعيد الام فالاب بيزعل، في حاجه اسمها عيد الاب، فنفسنا في حاجه فكره الاسره. مش عايزين يبقى يعني اللي بيحط القانون ده يبقى بيراعي الاب، بيراعي الام، بيراعي الطفل، احنا وبيراعي الجد كمان. انت عارف حضرتك اقول لحضرتك حاجه، في مشكله في الرؤيه دي يمكن يعني حضرتك عارفينها، ان دلوقتي الاب بيجي عشان يشوف ابنه خلاص، هنفترض الام جابته وقعد معاه 3 ساعات ومفيش مشكله. طيب العم بقى، يعني لو يعني اخو الاب يعني ام الاب ده الجد او الجده، تخيل حضرتك ان هو ما يعرفش يجيب. هل اذا معنى كده ان، يعني انا مش عايز اقول ان هذا القانون قانون منقوص، بمعنى ان لماذا لم يضع في اعتباري بان الاسره مش الاب بس، ما هو في جد وجده وفي عم وخال، وده دم
يعني في الاول وفي الاخر ده دم. صح. ليه ما وضعش القانون؟ انا هخش لحضرتك في الناحيه الشرعيه طبعا، لان بالبلد كده بيقول لك اعز الولد ولد الولد مش كده ولا ايه؟ ولد الولد. طب ازاي بقى يبقى ابن ابنها قطع ارحام. انا هخش في النقطه دي، ولكن هتكلم مع سياده المستشار. لماذا لم يضع المشرع في نص القانون بان يبقى في بعض الافراد من الاسره حتى الاقارب، الجد او الجده او العم، في رؤيه الطفل ايضا يعني؟ يعني حضرتك لان واضح ان القانون طلع برضه زي ما قلت كده، يعني هو يعني للاسف كان يعني وراه مصلحه الام اكتر. يعني في تحيز لحد ما للام، والامهات راضيه على هذا القانون، وجمعيه الحاضنات راضيه على هذا القانون، واللي هو مجلس القومي بتضحك يعني المجلس القومي للامومه كلنا عارفين يعني برضو تحت رعايه مش عارف السيده الاولى، فكان في بعض القوانين بتطلع فيها تحيز للام. لكن للاسف الكلام دوت يعني زي ما قلنا ان هو ما بيضرش حتى، يا ريت بيضر الزوج. ما هو الزوج ما هو هقول لحضرتك حاجه، ما هو الزوج دوت بعد الطلاق ما هو ممكن يتزوج باخرى وينجب وهكذا، لكن الطفل هو اللبنه ديت اللي ايه المفروض ان هي هيبقى طفل وبعدين هيبقى شاب وبعدين المفروض ان هو دلوقتي هو مين اللي عمل الثوره في الشباب؟ طب ازاي واحد يعني يقود امه وهو اساسا مشوه؟ وبعدين مشوه نفسيا طبعا حضرتك. وعايز اقول لحضرتك حاجه، يعني يمكن الدكتور يعني يعيدنا في ذلك، ان انا عارف حضرتك الشيطان في اخر اليوم كده بيقولوا بيشوف الشياطين عملوا ايه، فده محصلته، فده يقول له انا خليت فلان يقتل، انا خليت فلان يزني، ولا يهتم. لما يقول له انا خليت فلان يطلق زوجته، يقول له طب تعالى قرب. ده بقى القمه بتاعته. ليه بقى حضرتك؟ ان عارف حضرتك الطلاق معناه ان انا دمرت اسره بالكامل، دمرت اسره، خليت اسره تتفكك. فبقت يعني تبقى عارف زي دوله بقت دويلات، ما بقتش دوله واحده، ما بقتش عصب واحد، وهيبقى لها تاثير على المجتمع، على تاثير طبعا، لها توابع واثار مترتبه طبعا. دكتور صلاح، واحنا بنتكلم على الولايه التعليميه، مجمع البحوث الاسلاميه كان اقترح يعني خاص بالنسبه للابن او الابنه. يعني مثلا الام ما تقدرش تنقل ابنها من مدرسه لمدرسه ثانيه الا بموجب موافقه الاب. هذا هو الصحيح. حتى لو رأت الام حتى لو رأت الابن، هنا بقى هنا نفس الكلام. هو يعني مجمع البحوث الاسلاميه منطلق من النقطه اللي انا ذكرتها، من ده اصل شرعي، انه عدم انفراد احد الطرفين بقرار يخص مصلحه الولد ومستقبله، والتعليم من اساسياته. فلانه ممكن يعني هو زي ما تفضل سياده المستشار والدكتوره، انه المشاكسات الشيطانيه هي اللي بتلعب اللعب ده كله. هو الطلاق يعني هو يعني شر يعني حدث، ولكن اذا استحالت احنا بنقول معلش هو يعني ابغض الحلال، نعم. انما المفروض ان يوضع في المجتمع الراشد في اضيق قدر من النتائج السلبيه، النتائج الجانبيه نحطها في اضيق قدر. احنا دلوقتي في القانون اللي موجود ده للاسف بنوسعها. ليه؟ هو اللي اتكلم عليه الدكتور الشحات الجندي، هو فعلا اللي موجود اللي هي 7 سنوات و9 سنوات، من بعدها ايه؟ قال لك للقاضي بقى ان او يجيز مد الفتره. يعني هو كان بيقول لك الفترة الوجوبية هي 7 سنوات للولد و9 للبنت، والأمر يعرض على القاضي يقرر تستمر مع الحاضنة الأم أو مع غيرها أو مع الأب. إنما هو اللي حصل دلوقتي مد الفترة. أنا بقول إن بالفعل مد الفترة هو 15. أيوة، هو ده هي دي الخطورة. فلو كانت 15 سنة، لا حضرتك استناني، هو دي الخطورة. ايوه، في ايه الخطورة عشان اوضح؟ ما انا اقول لك يعني افترض مثلا ان هناك تأزمات بين الطرفين يستحيل معها حياة طفل يعني سوي او نصف سوي حتى على الاقل، ثم انك تطيل هذه الفترة غير المبررة، بتضيف لها للولد 8 سنوات عشان يبقوا 15 وللبنت لا. هو قال لك خليها كده، ودع للقاضي حرية
اتخاذ قرار في ضوء الواقع، لان كل حاله تختلف عن الاخرى. اولا دي وزي ما الدكتوره قالت ان فعلا دي حالات اجتماعيه، بعدما يسمع من الام والاب، يسمع من الام والاب ويتخذ قرارا. بالظبط، ويتخذ قرار. يبقى هنا لانه قراره قد يصلح من الأحوال. تمام. يبقى ما نخليش 15 سنة ضياع في حالة ميؤوس منها. هنا يتدخل. وبالمناسبة للقاضي إذا وجد عدم كفاءة في الطرفين للحضانة فله أن يتخذ قرارا بحضانة يعني اجتماعية أو على حساب الدولة. هي دي النقطة اللي أنا هرجع لحضرتك فيها برضو. وطبعا بمشاركة سيادة المستشار، وبعض الشروط لانتقال الحضانة من الأم إلى الأب إذا زوج باسمها في بعض القضايا الغير الأخلاقية، أو إذا كانت بتسافر كتير، أو أسباب أخرى. هل هناك نعم دكتور؟ أو تزوجت آخر. لا بس تزوجت بين قوسين قانونا بس لا أنا عايز أفهم معنى هذه الكلمة. طيب. تزوجت قانونا يعني عرفي ولا تزوجت شرط؟ يعني لا، هو الزواج فيها اولا الزواج يسقط الحضانة للزوجة الا في حالة واحدة. يا دكتور اي نوع من الزواج؟ ما في البعض بيتزوج عرفي. الزواج العرفي زواج، اما الزواج السري فهو زواج ليس زواجا ولكنه يسقط الحضانة عن الام. الزواج سواء مكتوب او عرفي اعلن ولم يكتب فهو زواج صحيح بحكم الشرع. تمام. اما الزواج السري غير المعلن ده زنا ليس زواجا ولا انا بتكلم في قضية اسقاط الحضانة. خلاص اذا تزوجت لو كان استثنى الفقهاء زواجها من محرم، يعني عم الولد عم البنت، أن يجوز في هذه الحالة أن تظل حاضنة طالما أنه لا خوف على الطفل. جميل. سيادة المستشار تامر، وإحنا بنتكلم في هذه النقطة وانتقال الحضانة من الأم إلى الأب لهذه الشروط التي درسناها أو ناقشناها، ولكن وجدت وأنت على المنصة أن الابن أو الابنة لديه الرغبة في البقاء مع الأم. كيف يكون الحل؟ هل هنحقق القانون الإنساني ولا نحقق القانون القضائي ولا حضرتك القانون لما تعدل وخلى السن واحد 15 سنة قال بعد كده انه بعد ال 15 سنة بيخير، فادى يعني عارف حضرتك ادى يعني التخيير للأطفال. يعني فطبعا الطفل اللي قاعد مع امه 15 سنة انا بعتقد من الصعوبة بمكان ان هو هيختار والده بقاله 15 سنة في حضن امه، فيعني فصعب جدا ان هو هيختار والده. عشان كده زي ما الدكتور قال ان هنا القانون قبل كده كان يعني برضه مدي للقاضي براح اكتر ان هو يشوف مصلحة الطفل. يعني فكرة التخيير ديت برضه انا شايف ان هي فكرة، يعني هو مين اللي عنده 15 سنة يقدر يخير؟ يعني طبيعي ان واحد بقاله 15 سنة مع امه طبيعي ان هو هيختار والدته. لكن مصلحة الطفل يعني لازم الرجل ينشأ في بيئة الرجال. تمام. يعني انا قدامي تقريبا يعني 5 دقائق او اقل، ولكن يعني سيادة المستشار في نص دقيقة بس بعض من الحاضنات مش كده بس، يعني مع هذا الحق مع قانون حق الرؤية بالنسبة للابن والابنة قال لك احنا في حالة عدم الانفاق او عدم انتظام رؤية او عدم طلب رؤية الاب احنا ممكن نحرمه تماما من الرؤية، والبعض طالب ان هو يتحبس. يعني في نص دقيقة بس اجابة على هذا الموضوع، علشان برضو الاباء طبعا اعتصروا على هذا الموضوع امام المشيخة طبعا، لان هم طبعا حضرتك ما ينفعش ان احنا نربط الانفاق بالرؤية. يعني هو مفترض ان لازم الاب يصرف. هو سموه متجاوز. ما هو لازم الاب بدل حضرتك ده بدل ابنك لازم تصرف عليه. فلكن فطبعا لو امتنع ما ينفعش. دي قصة ودي قصة. ما ينفعش ان انا عشان هو بيعاند معايا ومش عايز ينفق يبقى انا عاند معاه وما اروش الطفل. جميل. دكتورة منال في دقيقة رؤيتك المستقبلية ان شاء الله في قانون يعني الجديد او مشروع مثلا، نقول مثلا حاجة جديدة يبقى فيها عدالة للأسرة كلها وخاصة الطفل، طيب بالنسبة للآراء اللي يعني بقالنا سنين بنتباحث في هذا الموضوع، الآن هي حكومة انتقالية والآباء الغير حاضنين
هم عايزين هذا القانون يتم تعديله. الوقت ليس مناسب والتأديب والأمهات موقفهم هم في موقف حرج. يعني الموضوع مش موضوع بس حتة ان احنا بنتكلم وبنقول الاب ينفق او ما ينفقش، لا احنا بنتكلم على موضوع ان المعتصمين واللي بينادوا بتغيير القوانين في هذا الوقت، هل هو يعني هم بيضغطوا على هذه الحكومة الانتقالية ان هي تلبي لهم طلباتهم؟ بص حضرتك طبعا مدركة رأي الامهات، وان قالوا هيبقى فيه تعصب او ان هيبقى فيه بعض الجمعيات. انا مش بقول رأي الامهات يا استاذ وائل، انا بقول ان هو الظروف اللي احنا فيها مش الوقت ده المناسب ان احنا نقوم بتعديل قوانين الاسرة او قانون الرؤية، ده مش الوقت المناسب. يعني انت بتفضلي بتفضلي ان نرجع ده مثلا شوية؟ اولا كل المفروض تتكاتف العلوم الانسانيه بنتائج الابحاث اللي فيها مع المشرع المصري، لان المشرع المصري بيعمل تعديلات في هذه القوانين كل فتره، مما بيجعل في بعض المشاكل الحساسه بتطلع على السطح. ولو رجعنا الموضوع كله الى ثقافه الطلاق واوجدنا ان هذه ثقافه توجد في المجتمع المصري مش هيبقى في اي مشاكل، بس ثقافه الطلاق غير موجوده. يعني هما بيعتبروا ان الطلاق هو هي نهاية المودة والرحمة. ايوه يعني هو بيعتبروا اذا تجاوز يعني في هذا التعبير مش ثقافة. هما بيعتبروا ان الطلاق نهاية للمودة والرحمة. والدكتور طبعا ممكن يتدخل معنا على طول. ندخل مع الدكتور صلاح، واحنا شفنا رأي الدكتورة منال ايضا، وان زي ما قلت ان بعض الجمعيات او الحاضنات يعني اللي بيقول ان التعديلات اللي الاباء عايزينها ديت فيها تعسف او فيها زيادة الحقوق اكتر من اللازم. هي اساسا فين الحقوق دي؟ هو اذا كان الامر قد اثير في يعني بمناسبة ما يثار حاليا في المجتمع المصري من فترة انتقالية وغيره، حقيقة انه البيئة ليست مهيئة حاليا لاصدار تشريع جديد، ولكن ان شاء الله بعد تكون المؤسسات التشريعية الصحيحة يأمل المجتمع المصري حقيقة في إعادة النظر في هذا الأمر، لأنه يوجد بالوضع اللي هو موجود عليه يعني ضررا بائنا وبينا بالطفل والأسرة جميعا. تمام. هذا في حاجة يدخل في ذلك البعد الشرعي، البعد الاجتماعي، البعد النفسي، وبعدين يطلع تشريع متفق عليه للمصلحة العامة والقضاء يتولى تنفيذه بروح القانون، يبقى كده فعلا عملنا شيء مطلوب للمجتمع المصري. طب اذا علينا ان احنا نتريث الى حد ما لكي نصل في النهايه الى مصلحه كافه الاطراف، ولكن نخص هذه المصلحه وهي مصلحه الطفل. ارجو الا ينسى الاب انه كانت هناك عشره مع الام، وايضا الام ارجو انها لا تنسى العشره. الحياه فيها حلو ووحش او حلو ومر، مش كلها مر ولا كلها حلو، لكن مجرد ما بيحصل انفصال الحاجات دي كلها بتتنسى، وكأن الحاجات دي كلها مش موجودة، وبيخشوا في حالة من حالات التنافس او العداء، ويكون الضحية في النهاية الأطفال سواء كان الابن أو الابنة. أنا طبعا في النهاية بشكر الدكتور صلاح عبد الجابر عيسى أستاذ الشريعة الإسلامية بآداب المنوفية. شكرا يا فندم. سيادة المستشار تامر حجازي رئيس محكمة الشهداء بالمنوفية، شرفتنا يا فندم. شكرا. دكتورة منال النجار كلية الآداب طنطا قسم اجتماع، شكرا يا فندم. وبشكر مشاهدينا الكرام. وفي النهاية عايز أقول يا ريت إن احنا نبص أولا لأبنائنا دول اللي احنا بنتعب وبنشتغل علشانهم. وإذا كانت الشركة الاجتماعية فشلت ما بين الزوجين، مش معنى كده إن احنا يبقى الطفل هو الضحية. الضحية ديت أو الضحية دي بتكتر 7 مليون ضحية. يعني اسمحوا لي إذا كان التعبير صعب جدا، 7 مليون طفل بيعانوا من هذه المشكلة. لحد دلوقتي هم مش عارفين يعني ايه معنى الأسرة، فمش عارفين معنى الأسرة يعني مش عارفين معنى الحياة، يعني مش عارفين معنى الحنان. يعني الطفل اللي أنشئ في هذا الموضوع بدون أب أو بدون أم، أعتقد إن هو هيبقى طفل مشوه نفسيا واجتماعيا. إن شاء الله الأسبوع القادم الثلاثاء القادم حضراتكم طبعا بتشهدوا الأحداث العديد من المشروعات، وخاصة قانون مباشرة الحقوق السياسية. حضراتكم كنتوا عارفين ان كان هيبقى في او في الفترة السابقة اعلان القانون الجديد او مشروع او مرسوم القانون الجديد لمباشرة الحقوق السياسية، ولكن طبعا بدأ فيها تعديلات. البعض بيقول هيبقى 3 تلات، التلت هيبقى قائمة مغلقة والتلتين هيبقى الانتخاب الفردي. الرأي بيقول ان الانتخاب الفردي هيؤدي الى
بإعادة البلطجة مرة تانية أو بيئة تسمح بإعادة البلطجة مرة تانية. والبعض بيقول إن القائمة النسبية المغلقة هي تعتبر أنسب الحلول، والبعض الآخر بيقول إن ده لصالح طبعا الإخوان المسلمين لأنه طبعا أكثر تنظيما. وأنا بقول مرة تانية إن إحنا أو كافة الأحزاب أو القوى السياسية أو حتى الأحزاب اللي هي تم إنشائها حديثا ليه ما تنظمش نفسها أكثر، بحيث إن إحنا في النهاية نصل إلى آراء محددة، آراء هادفة لصالح من؟ لصالح المجتمع، للصالح العام، وليس لصالح حزب أو ليس لصالح أي تيار من التيارات السياسية أو لأي صالح من بعض النشطاء السياسيين. إن شاء الله انتظرونا الأسبوع القادم قبل الميعاد ده بساعتين ودلتا مصر اليوم، مع تحياتي وتحيات فريق أسرة العمل. نلقاكم على خير وإلى اللقاء. بلدنا أمانة في ايدينا عليها مدام عايشين سنين واحنا مطمنين. بلدنا أمانة في ايدينا عليها مدام عايشين نعيش فيها سنين وسنين واحنا مطمنين. ما شربتش من نيلها، جربت تغنيلها، جربت في عز ما تحزن تمشي في شوارعها وتشكيلها، ما مشيتش في